بسمة أمل يزرعها بعض المعتصمون عندما يفترشون خيامهم ويتمنون أن يحدث تغييرا ما في الساحة العراقية. بعد عشرات الجمعات من التظاهر لن يحدث أي تغيير ينكر، وما زالت الحكومة تتمهزأ بمشاعرنا. نحن بدأنا الخطوات مدروسة بالاحتجاج، بدأنا ستاند باي ستاند، لكن الآن طفح الكيف ولن نحتمل أكثر من ذلك. نعم، إني مواطن عراقي أطالب بتغيير جذري، ولن أسمح بالاصطلاحات الترقيعية. كفى هذا الكذب. كما أطالب بتغيير الكابينة الكهربائية لجميع الوزراء دون استفتاء. نعم، وأقول للسياسيين: لقد أذقتمونا السم الزحاف، لقد أذقتمونا السم الزحاف، والآن حان الوقت لنرسل ملفاتكم إلى القضاء والقدر. نعم، رهانكم على تقسيمنا بات يبات، والآن توحدت كل شرائح اللحم العراقي. نعم، كلنا هسه سوية بعد ما تفرقونا. وأقول من هنا من هذه الخيمة ومعي أصدقائي يسمعونني: إننا يا الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأسميك باسمك، نعم، إن إرسالك ل1000 جندي مقاتل من قوات المايونيز يعد تدخلا سافرا بالشؤون الداخلية. اهتم بالولايات المتحدة العربية الأمريكية ودعنا وشنا. كفى. خرب هسه وقتك شتي. الو، ها حبيبتي، فديتك ربك، ما ارجع للبيت. لا تقول لي ابنك مريض، العراق محتاجني. انا باقي بالعصيان المدني وما ارجع الا يروحون ذولا الحراميه ويجون غيرهم حراميه. يا الله جي، يلا مع السلامه.